البركه واش راكم، الله يكمل عليكم بخير. الحلقه ديالنا اليوم تتعلق بواحد الجريمه بشعه وفيها واحد افاده كبيره. واحد المراه، وانا غنبدا هذه الحلقه من الاخر ديالها. واحد المراه تدور في السواق، امراه عمياء تتمشي، هي ساكنه في الباديه، ومن تيكون شي سوق من الاسواق الاسبوعيه قريبه لها تتمشي للاسواق، سواء على رجلها سواء راكبه في المركوب. عندها واحد بنتها كبيره في العمر، عندها شي 35 عام، ولكن مسكينه معاقه، ماشي بنت ماشي كامله في عقلها وداك الشيء. وهذيك البنت جاره هذيك المراه، وديك المراه عمياء ما تتشوفش، وديك المراه غاده وتتبكي وتتهونن كما تيقولوا عندنا في العروبيه هنايا في الغرب، تتهونن وفي التهوينه ديالها تتبكي. وهذا التهونين، شنو هو التهونين؟ لما مات الوالد الله يرحمه، الاب ديالي الله يرحمه، كانت الوالده ديالي الله يرحمها ومات الوالد وحنا باقيين صغار، وكانت الوالده تتنقي الزرع في الدار وتعجبني نقي معها الزرع، تتحطو فوق واحد الطابله وتنبقاو نقيو. وكانت الوالده تتبقى تغني، ماشي تتغني، تتهونن، تتقول ولما خليتيني ولما خليتي ولادك وكنتي تدخل عليا وكنت تنشوفك وتقول لي وتقول لي، تبقى تقول في هذا الهضره تنشوفها تتبكي. كيما ديما تنقول لها امي ماك تتبكي، علاش بقيت تذكري با كل ساعه؟ تذكري با بقيت تغني، تقول لي اسكت خليني، علاش تذكري كل ساعه تبقاي تغني وكذا الغنى؟ انه خاطر تكون بوحدها تغسل معن تبقى دير وكذا، تقول لها مالك امي سكتينا. تهونين تسمى التهونين. هما اللي تنشوفوا بعض الناس هنا في الغرب تيديروا تيجيو وهما مختصين في داكشي، في البكاء، اختصاصين في البكاء. اي تيجيو وتيبقاو بحال دوك الشعراء ديال اي تيوسي، تيبقاو ثلاثه الناس تيبقاو يقولوا الشعر ديالهم ديال البربر. هادو الناس تيبقاو يهضروا وتيبقاو يجبدوا الناس جالسين والعيالات جالسين، تيبقى يجبدوا داك التاريخ القريب ديالهم، تيهضروا على والديهم على جدودهم. مثلا تيقول لها بابا سيدي بابا سيدي بابا سيدي، وفين مشيتي يا امي؟ انتي وخليتيني يا امي، وراني مصوته ومضروبه يا امي، وراني كذا. تيبقاو يعاودوا بحال هادشي، تيبقاو دوك الناس يبكيو. تفرجتوا بشحال من مرة البكاوات. وهاد البكاء عنده ثقافته، ماشي عندنا عنده بزاف. تنشوفوا مثلا دوك الشيعه في عاشوراء لما تيخرجوا في النجف الشريف ولا تيخرجوا في العراق، وتتشوفوهم واحد تيهضر شي هضره وتذكر بهذاك الحسين وزينب وداك الشيء علي وكذا، دوك المراجع ديالهم الدينيه، وتيبقاو واحد يذكر يا حسين شدك يا حسين قتلوك يا حسين غدرك، ابكي يا زينب ابكي، واليوم عندك الحسين وكذا. وتيبقاو اخرين تشوف الشيعات يبكيو. تعرفوا تنشوف حتى في السنه، السنيين كان بعدين بقاو كانوا في السعوديه، يمكن من جا محمد سلمان حيد داك الشيء. كان تيصلي بالناس، الامام تتشوف تيصلي بالناس، راكم تتشوفوهم وقت الصلاه تيبقى يقول شي ايه ديال القران وكانه عمره ما قالها، واول مره قالها ولا ما تعطوا صلاته. بحال العقوبيهم ما بقاتش في السعوديه، حيدهم قال لي واحد السيد حيدوا داك الشيء. حنا في المغرب داروا شي جوج ثلاثه شي مره ساعات حيدوا، ما بقاتش واكله. وعندنا في المغرب عيالات بكايات، عيالات في المغرب تيهونوا بكايات. ما بقاتش الثقافه كانت عندنا. يمكن قال لي واحد السيد راه باقا في شي مناطق او شي مدن عتيقه، كاين شي واحد تيبكي تيموت وتيجيبوا عيالات البكايات، تيجيبوا جروب ديال البكايات، كما تيجيبوا دوك العيالات اللي تيغنيو ودوك هذا، تيجيبوا عيال تيبكيو، واختصاص ديالهم هو البكاء. تجي تيقول الصديق عليه السلام عليكم السلام فلان راه مات، انا راه هادي راه مرتو قالت لك باش تجيو عندها، تيخلصوهم وتيجيو دوك العيالات فلانه تدق على فلان تيتعلموا وتيجيو داك الناس وتيبقاو المهم يا ناري قول يا حبيبي لما خليتينا بكايه. تيبقى يبكيو باش تيخدموا بكم مزيان لما تيدوروا معاهم الناس مزيان. وتخيل لا حرفه كي دايره بكايه، تيبكيو سبعانين بكا دوك العيالات هذوك. هاد المراه مسكينه تنهضروا عليها
كانت هي مسكينه ماشي بحال هذوك اللي تيتصنعوا تصنع بحال الشيعة بحال دوك السنيين بحال دوك الغرباويين بحال داكشي. لا، هذه ما كانش تتصنع، كانت هي مسكينه هكاك. كما قلت لكم كانت الوالده ما كانش مسكينه داكشي تديرو حتى تبرد على قلبها، هي تغسل الماعن وتدير الزرع وداكشي، تتفكر الوالد، تبقى تهضر عليه، تتفكر المآسي ديال اشنو خلى لي على كتافها، ولادها صغار يتامى ما كاينش الدخل من هنا لهنا، تتبقى تقول داكشي تتفرغ على قلبها، ولكن تيكمل كما قلت لكم ديما بالبكا او تنشوفها تنسى عينيها. هاد المراه مسكينه هذه تنهضر لكم عليها، كانت تدور مع ديك بنتها المعاقه، كانت تدور في السواق وتتغدى وتتعاود على ولدها وتتبكي، وتيقولوا الناس اللي تعرفوها بان هاد السيده ما وقفتش على البكا من بعد ما مات ولدها او غبر ولدها، ما عرفاتوش فين مشى، وتتبكي عليه حتى ان عمت من عينيها، لان كثرة البكاء تتعمي العين، كثرة البكاء تتعمي العين. الدري الصغير الا تزاد كما قال لي واحد الطبيب ديال العيون وكان ما عندوش رعايه كافيه وديما تيبكي ديما تيبكي ديما تيبكي ديما تيبكي، تيقول بان تينقص ليه النظر. صردوا بالنا من هذه القضيه هذه، والدموع اللي هبطوا بزاف تينقصوا النظر، راه ماشي تيغسلوا العين، لا، كثر الدموع في البكاء كما وقع الشاعره الخنساء اللي معروفه، الخنساء اللي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخنساء لما قتلوا خوها كانت واحد الشاعره هي اللي قالت: عيني جوده ولا تجمده الا تبكياني صخر الندى. كانت تبكي على خوها حتى مات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قصه مشهوره. وكانت هذه المراه تبكي تيقولوا حتى مات على ولدها، كانت تدوس تقول: حرقوك وليدي قتلوك، قتلوك وليدي وداروا لك، ولما خليتيني يا وليدي، ولما انا وليدي، وغادا تتغوت. وكانوا الناس يصدقوا عليها، معروفه هي بداك التنحنيح ديالها وداك البكاء ديالها وداك الشيء ديالها في السوق. علاش هاد المراه وقع لها هاد الواقعه؟ شنو عندها هاد المراه هادي؟ هاد المراه كانت ساكنه في واحد الدوار، واحد الدوار بعيد عليهم شويه بواحد 5 كيلومتر، الدوار ديال العروبيه. كان فيه واحد العرس، هذاك الدوار كان فيه عرس، وكانوا الناس معروضين. حنا كما تعرفوا الناس ديال الدواور ديال العروبيه بانه واخا الناس اللي ما معروضين شي تيمشيو للعرس، هذه معروفه في العروبيه. واخا ما معروضش الماء تيسموا ليه ذاك الدوار فيه الحفل والعرس والكمانجه تيسموها، تيمشيو الدراري من الدوار، لان ما عندهمش الملاهي بزاف. اليوم شويه راه ولا التلفازه ولا كذا البورطابل وكذا. دا بكري لا، من تيكون واحد العرس تيجيو كاع القبائل يحضروا ذاك العرس، واخا يكونوا ما غيجيوش ياكلوا، كاين يجيو يحتفلوا، يجيو يشوفوا يشطحوا، يشوفوا الشيخات يدوزوا ديك الليله. هذاك ولدها مشى، هذاك الليله هذيك يا ربي بلا ما نذكر الولد، هذيك الليله في هذاك العرس وقع واحد المشكل، واحد النادر شعلت فيه العافيه، النادر ديال التبن شعلت فيه العافيه، كان نادر كبير ديال التبن وشعلت فيه العافيه. باش يطفيو الناس داك النادر، عرفتي مع الصيف وداك وقت الحصاد والتبن باقي قاصح شاد راسو، شاد العافيه بزاف. فاو الناس ما قدروا يطفيو، وباش غيطفيو عمر الماء، سطلوا خوي جيب الماء من الواد، جري خوي. ولكن اللي عطاه الله عطاه حتى داك النادر طفى على خاطرو. الناس ولاو حاضين كما تيقول لي واحد الدركي، ولاو حاضين غير ما نشعش في الديول الاخرين اللي حداهم. تحرك داك النادر، لما تحرك النادر داك العرس كبر بداك الشيء باش كمل داك الليل، عرس مبرزط، النادر تحرك. الصباح الناس تيجيو يشوفوا واحد النادر، تلقاو واحد الجثه مفحمه، شي واحد ولا وحده محروقه تمام الاعضاء، مش على فيهم العافيه والو حتى حاجه. جاو الدرك الملكي، جاو تما بهذيك ديك الجثه، ما معروفش شكون مولاها، عرفوا بانها ديال انسان ذكر ماشي ديال انثى، ديال راجل. قدروا لي العمر ديالو تقريبا عنده واحد 30 عام. كاين شي حاجه بقات، شي اثار ديال العقيدات ديالو، العقيدات ديال السروال ديالو بلوتجين، شي حاجه بقات هكا، واحد السنيسله كان ديالها في يدو بقات كحالت، وداك الشيء بقى شي حاجه عاديه بسيطه. ما استطاعوش من خلالها رجال الدرك باش يتعرفوا على ذاك الشخص، واخا سولوا في الدوار الناس ما عرفوش. هزوا ديك الجثه داوها لمستودع الاموات، حتى واحد ما سوى ديك الجثه. الدرك تيمشيو ويجيو داك الدوار باش يعرفوا شكون اللي كان تما، ما شكون اللي كان تما، حتى واحد ما عرف.
إذن هذا السيد هذا شي وحدين اغتنموا الفرصة ديال الحفل وشدوه قتلوه بيان سور، أو ضربوه حتى أغمي عليه إلا ما كانوش قتلوه، وشدوه وحطوه في ذاك النادر ديال التبن في الليل والظلام، لأن راه العرس لهيه هذا النادر هنا وشعلوا فيه العافية، أي حاولوا بذلك إخفاء معالم الجريمة. واخا دازت واحد الأسبوع، الدرك الملكي تقدمت لهم واحد المرأة هي وبنتها، هاد المعاقة هادي هي وبنتها، ومعهم واحد السيد معاونهم هو اللي جابهم بالمركوب. جاو مع الدار قال لهم اودي هاد المرأة هادي عندها ولدها، وولدها عنده شي 32 عام وهو اللي خدام عليها، راه تيبيع ويشري في السواق ومعروف وخدام عليها، ولكن راه غبر من الليله ديك ديال العرس ما بقاش بان. الدرك باقي عندهم الجثه محطوطه بمستودع الاموات. قالوا لا يستبعد ان هذا الولد اللي قبل ما هو ولدها، لان حتى شي واحد ما جا سول شي واحد من عائلته البحث لفائده العائله، حتى واحد ما تقدم به الا ديك المراه وبنتها وداك الراجل. الدرك شدوا المراه داوها لمستودع الاموات باش غيبينوا واحد الجثه مفحمه محروقه، باش غيبينوا ليها شي سنيسله هادي بين البنت هادي ديال ولدي، لان الكبرى ديك الساعه كانت تشوف بعينيها، تاكدت هي وديك البنت وداك السيد اللي هو كان جارهم اللي جابهم، تاكدوا بانه هو الولد ديالها. اذا الولد ديالها حرقوا، شكون اللي حرقوا هذيك الجثه؟ متاكدوا بانها راه ولد ديك المراه، وهذاك الولد هذاك ولد ديك المراه. باش بقاو تيبحثوا واش ولد ديك المراه كان في العرس ديك الليله. بعد الشهود تيقول لي شفناه في العرس، شفناه في العرس داخل القيطون، شفناه في العرس لانه هذاك السيد اللي عنده العرس حتى هو بيع شراي في السواق، تيعرفوا ان عرض عليه. المراه مسكينه ما فراسهاش بان ولدها راه معروض للعرس وداك الشيء وهذا، ان الدوار بعيد عليها، حتى تقول مشى ما عرف فين مشى، ولكن تاكد بانه كان في العرس. اكدوا لهم كان في العرس، كان جالس، كان جالس مع فلان وتعشى مع فلان وهضر مع فلان، جابوا دوك الناس بحثوا معاهم اللي كانوا في ديك الليله اتصلوا به يهضروا معاه، ولكن شكون اللي ضربوا شكون اللي قتلوا حتى حاجه ما شافوها الناس في العرس. وقت العرس وجناب العرس ما شافوش شي مدابزه، ما شافوش شي وحدين تيضربوا ضربيه ما ضرب. نعم كانوا بعض الناس تيشربوا هنا وهنا مخبين حتى تعرفوا العرس ديال العروبيه، قريعه لتحت قريعه من هنا بير من هنا كذا، ولكن ما شافوش هو تيشرب مع شي حد معزول او كذا، ما شافوه جاي. اذا اللي قتلو بقى ما معروفش. هذيك المراه ولدها هو الموعد ديالها، ولدها هو اللي معاونها، ولدها هو اللي تيعطيها، ولدها هو اللي مقابلها ما عندها حد. هذيك المراه هزات ديك الضربه ديال ولدها مات، هزات ديك الضربه وبقات تقول للناس، تقول لبنتها قدام الناس الله اعلم ماشي خوك هذاك، لا ماشي خوك، ولدي راه عاد غيجي، الناس اكدوا لها ولدي راه هذاك ولدك، راه صافي داك العلامات اللي مشاو الناس اخرين شافوا ديك الجثه راه ولدك، وراه كان في العرس وكذا 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 وكذا. راه يكذبوا عليك. المراه ولا تقول لا ماشي ولدي، لا ولدي انا عاد غيجي، ولدي غدا. بحال تصدمات. وقعت واحد السيده راجلها تنعرفوا انا كان وقع سكته قلبيه ومات، وكان ديك المراه عايشه غير ديك الراجل ولادها موظفين، عندها واحد ولدها في البوليس موظف، وكان موصيني تيقول لي دوز على الوالده حيت هو خدام في اسفي وانا كنت في الرباط، تيقول لي وانت تجي للقنيطره، تيقول لي حيت ساكن في القنيطره وتخدم في الرباط، تيقول لي ودوز عند الوالده شوفها، تندوز عند الوالده انا صيفط لهم شي ماندا، تيقول لي شوفها بقى صيفط لها الماندا، شوف واش خداتها ولا لا، شوف كذا كذا. وهذيك المراه مات راجلها بسكته قلبيه، وهي كانت غايه وهي في الدار، وجا ولدها وجينا حنا وجا داك الشيء وهذا. ولكن اش وقع؟ انا بقيت مرافق ولدها لانه صاحبي، بقيت مع ديك اليومين ديال ولا 3 ايام اللي بقى تما، جا من الخدمه جا تنواسي وداك الشيء وجالس معاه، وكانت هذيك المراه مو وتقول لي سي قادر لاباس بخير كذا شويه لاباس الحاج جالس ندوز نسلم على الحاج راه جالس في الصاله، الراجل متفنى ميت، تنقول له صافي دابا نمشي عنده، لا هو في الصاله. عرفت انت شنو تقول السي قادر نلعب الحاج راه مشى يصلي، راه غير في الجامع مشى يصلي وغيجي دابا باش يشوفك، والحاج راه مات، ما بغاش تخرج لا معقله بان راجلها مات، ما تحملاش بان راجلها مات، حتى دخل معاه ولدها في طبيب بسيكياتر بسيكولوج، داو عند الطبيب النفساني، ضربوا معاه واحد التماره ومخا فيه، حتى تيقول لها يلاه معنا نديو عند البسيكولوج، تقول لهم باك واش ما غيمشيش معنا.
وجلست انا باغي يجي باش نتغدى معاه، المراه تسطات وبقى انا مسكينه بالدوايه واحد الوقت بقى معها بالدوايه، من بعد داتها بنتها داتها سكنت معها ما عرفاش ولا مكناس، ما عرفت مسكينه كي بقات. هذه المراه هذه هي فكرتها، ما بغاش تحيد لها من بالها، ما بغاش تحيد لها من بالها بان ولدها مات، ما بغاتش تحيد، تقول للناس كذا كذا. بكى ليل ونهار، بكى ليل ونهار وما بغاتش تسكت. العام الاول العام الثاني والمراه تسكت تمشي لها الدار ديالها، ما بقاش عندها معين، ما بقاش اللي يعاونها. هادشي اللي جعلها ولات تتسعى هي من الاول مالين الدوار كانت يعاونوها شويه من هنا وهنا، ولكن داك الشيء ولا طويل، ولا تمشي هي وديك بنتها اللي هي مسكينه بنت ما عندهاش حتى العقل، تمشي للسوق اللي تما حداهم، ولا غادا وتبكي على ولدها والناس يدوروا معاها، غادا وتعاود على ولدها، ولات معروفه المراه تبكي على ولدها، ديك العاميه تبكي على ولدها، هذيك العاميه اللي تقول على ولدها وعلى ولدها ولا كذا كذا كذا. واحد النهار مشات لواحد السوق وتقدم عندها واحد السيد بياع وشري، وسول ديك بنتها قال لها اجي، قال لها شكون خوك هذا اللي مات لكم ديما امك تبكي عليه، نتوما ساكنين في الدوار فلان فلاني؟ قالت لي اييه تعرفهم. قال لي شكون هذا خوك اللي قالت لي خويا فلان اللي كان في السوق. قال عرفتو تنعرفو. ايوا واش ما لقاوش الجدرميه وفي خبار وقصه، ما لقاوش الجدرميه داك اللي قتلوه. قالت لي ما لقاوش ان الراجل في خبار واش وقع ديك الجريمه. الراجل كان في العرس، حتى هو كان في العرس، ولكن هو ما ساكنش في ذاك الدوار، هو غير جا ساكن في المدينه، غير جا معروض ديك الليله شاف العافيه وفي داكشي مشى في حالته، الى علمي بان واحد لقاوه محروق تما، ما عرفوش شكون هو، مشى ولكن موت يلقاها في السوق الدور. ولقى ديك المره السيد راجع واحد المراجعه، قال لي دابا ما لقاوش الجدرميه، قال لي ما لقاوش، ما تعرفوش اللي قتلوه اللي حرقوا؟ قالت لي لا ما عرفوا حتى شي واحد. الراجل كان وطني وكان راجل مزيان كما قال لي داك الدركي، وكان راجل ثقيل، ومشى عند الدرك الملكي، مشى عندهم قال لي ولدي هذه واحد العام وجايه العامين دابا، قال لهم كانت وقعت واحد المشكل في الدوار فلان فلاني. قالوا ايه في خبارنا. قال لي واحد السيد تحرك في واحد النادر. قال لي ايه في خبارنا. قال لهم هذاك السيد كان بياع شريه في السوق. قال لي في خبارنا. قال لهم مو راه عميه تدور السوق. قال لي ايه في خبارنا مسكينه تدور وكذا وكذا، وراه تجي بعد ما تسولنا واش ما لقيتوش واللي دار لولدي، واش ما لقيتوش كذا، واش ما لقيتوش كذا، واش ما لقيتوش كذا. قال لي نعم سيدي انا كنت في ذاك العرس ديك الليله، كنت في ذاك العرس. قال لي واحد الوقت انا ما عرفتش شكون اللي تحرق، مشيت في حالاتي، ما دوزنا العرس مشينا، انا ما حضرتش كاع باش جبدوا هذاك من الرماد ديال النادر، انا حتى مشيت في حالاتي في الليل، ولكن قال لك النادر تحرق، ما تحرق ذاك النادر وهذا، ومشيت في حالاتي، ما عرفتش بانه الصباح لقاو بانه واحد مقتول وكذا. ولكن هذه المراه هذه تعرف انا ولدها تخدم معنا في السواق، تيجي وما بقاش تيجي هذه مده، من نهار بقى ديك النازله ما بقاش تيجي تماما، ما عطيتو اهميه. ولكن بقيت تراجع لما سمعت بان ديك الدروال تحرق، بقيت تراجع ديك الليله ديال ديك العافيه شعلت وداك الكادافر ديالو اللي لقاو. قال لهم وكل مره تنقول نهضر ما نهضر واش الجدرمي يمكن لقاو، الجدرمي ما لقاوش، يمكن شدوهم. تسمع الناس يقول راه شدوا دوك اللي حرقوا وداهم الحبس، كل واحد تيقول لي انا ما عطيتهاش اهميه. ولكن مو تلقى هاد الايام تتصل بها تلقاها مسكينه في السوق واكدت لي بانه ما لقاوش داك اللي قتل. وانا جيت عندكم باش نقول لكم على ديك الليله، انا كنت في العرس ديك الليله، انا حاشاكم تيقول هو حسيت واحد وجع في كرشي كثير، وبغيت انه خصني نخرج عزكم الله، وما لقيت كنت تما ما عرفتش شي مرحاض ديال ديك الدار شنو نقول لهم فيه المرحاض، وبغيت نخرج شويه للخلا انه كان عنده وجع في كرشو بحال كانت عنده لا دياري. تيقول ما هزيت واحد القرعه د الماء وديت مشيت للخلا، لقيت تحت واحد الشجره سمعت شي هضره، ثلاثه الناس تيهضروا، بعدت منهم دزت لهاد الجهه ودرت داكشي اللي درت، خرجت وتيقول رجع ما رجعت عليه، ما عرفتهم. عرفت هذاك الولد سلمت عليه، وعرفت واحد جوج هما تيكونوا في السوق تا هما سواقه نعرفهم، وراه باقيين دابا لقيتهم معاه ولقيتهم تيشربوا وسلموا عليه وجلست معاهم شويه، انا ما شربتش ولكن بقينا مع الهضره ولا تنكمل كارو وكذا. واحد فيهم كان عنده الكيف عطاني ثاني شويه الكيف كميتو، وبقينا مريحين معاهم وخليتهم مشيت في حالاتي. هذوك الجوج هما شفتهم تيشربوا معاه وانا عارفهم فلان وفلان وراه كاينين موجودين، واحد من ولد دوارو وواحد من الدوار اللي فيه العرس. هذوك هما انا
بحال هنا وهنا يمكن واش عيطتوا عليهم انتم الله اعلم، ما عيطتوش عليهم الله اعلم، ولكن انا اخر ما شفتو ديك الليله العرس كان تيشرب مع هذوك الناس، ولكن داك الدري ما معروفش انا دعيتو تيشرب كما تيقولوا الناس. يمكن ديك الليله شرب مستور، يمكن تيشرب مستور من اخبار لا موت يحسن من هذا. شحال من واحد تيشرب ما تعرفوا حتى واحد تيشرب، شحال من واحد تيشرب غير بين عارفوا الدار كله سكيري يشرب ويحيح. هذاك الدري ما كانش معروف. واحد الدار كياخذ هذه القضيه بعين الاعتبار وقال بون لا يستبعد ان هذوك الناس عندهم علاقه بالقضيه. جبد داك الملف اللي كان اناطونت محطوط ديالهم، وراجل داك الملف ما تيلقاش دوك الاسماء اللي عطاها السيد ما كاينينش، ما مذكورينش، ما دارش شي محضر، ما دارش لهم محضر، ما كاينش محضر. خبر الرؤساء ديالو وخبر النيابه العامه وخذا المبادره باش غادي يعيط على المعني بالامر. استطاع باش تدعيهم كل واحد على حده. عيط الاول وجاوب قال لي ديك الليل انت نهار تحرك فلان كنتي في العرس؟ قال لي كنت في العرس. هاكاك كنتي تشرب انت والمحروق داك اللي مات وواحد صاحبك سميتو فلان؟ قال لي ايه. قال لي واش وقع من بعد شربتو؟ لان ما رجعتوش للعرس، هو غير دخلهم ديك الدخله ما رجعتوش، السيد ما رجعش للعرس. شنو وقع ديك الليله؟ قال لي ودي انا كنت نشرب مع داك السيد ومعايا صاحبي داك اللي كان معايا، ولكن انا حسيت براسي عييت في ديك الليله ومشيت في حالتي وخليته معاه، خليته هو وياه. انا مشيت وخليته هو وياه. مزيان، انا نجيبو صاحبو، جابو صاحبو استدعاو وجابوه ونفردوا به. قالوا لي ديك الليله كنتي تشرب انت والضحيه وصاحبك فلان، حيت جبناه وقال لنا كل شيء، ومن الحوايج اللي قال لنا قال لك خلاك انت وياه ومشى في حالته هو. قال لي لا انا اللي خليته هو وياه ومشيت في حالتي، ماشي هو اللي خلاني انا وياه، انا اللي خليته انا وياه بغا يتهمني انايا. هنا وقعت واحد الكونتراديكسيون، هذا تيقول انا راه خليته مع فلان ومشيت، الاخر تيقول لا انا خليته مع فلان ومشيت، كل واحد تيقول انا خليته مع الاخر. مزيان، هذا باب مزيان في البحث. هنا جات المواجهه ديالهم بجوج. في المواجهه تيقول انت اللي خليتك، تيقول لا خليتك، انت اللي خليتك، لا دخل انت اللي خليتك معاه. واحد تيقول في واحد الوقت انا شوف نقول لكم شنو كاين، انا نقول لكم كل شيء. شتي حنا شربنا ديك الليله وهذا تناقش مع هذاك على شي فلوس بعضياتهم في السوق، هذاك اش دار؟ هز قرعه وجا من اللور، جا من اللور ويضربوا بقرعه هرس عليه، صاتوا على النبي، ضربوا الاخر طاح، بقى تما طيح، خليناه ومشينا صافي. ما هزيتوش وديتوه النادر باش يحرقتوه، قال لي لا ما هزيناش خليناه تما. هذاك اللي تيقول ضرب، اللي تيقول بانه هو اللي ضرب، صافي الاخر تهمو تهمه كبيره بانه هو اللي ضرب، قال لهم اسمع سيدي ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، هذاك السيد شرب معانا وقال لنا انا غنجيب الشراب، في الاخر ما شرب قال غيمشي في حاله. قلنا له لا شربتي معانا خصك تخلص. وثاني هو اللي كان تيكب لينا هاك، هو اللي كان تيكب حسب المحضر حسب المسطره، هو اللي كان تيكب لينا، في الاخر بغا يمشي بحاله. تدينا معنا عطينا دور معنا عطينا فلوسنا، وانت شربتي تشبعتي وغادي سالت تقول لنا انا دابا غنمشي عند قراب نجيب الشراب ونجيب ديك الهضره ديالهم نجيب الشراب. قال له تشد مع هذا وتشدينا، هذا ضربه بقرعه طاح. واش وقع؟ تعميق البحث معاهم كل واحد اش تيقول، في الاخر ما شدوا غير الطريق ديال الاعتراف. بعد ما قلت له دابزو جوج صفارات تيبان المسروق، جوج صفارات دابزو تتبان الحاجه اللي مسروقه. في الاخر اعترفوا بانه واحد ضربوا بالقرعه فعلا راسو، ولما شافوه وشافوا الدم بزاف قالوا مات ما مات، بجوج طاحت عليهم الفكره باش يديوه للنادر ويحرقوه. وهذاك الشيء اللي داروا من بعد عامين او اكثر من عامين والبحث جاري، حتى خرج داك المواطن الانسان، داك المواطن اللي ديما تنهضر عليه، داك اللي تيسميوه دوك السلاك تيقول لي البلاغه شكام هكذا شكموا به. لا، الرجل الصادق هو اللي تيوصل الخبر ديال واحد الجريمه للامن، الرجل المواطن هو اللي تيخبر الامن تيقول كاين وكاين 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 وكاين. الرجل الصادق هو اللي تيقول واحد المجرم دار واحد الفعل يقول فلان هو اللي دارها. علاش درنا دابا الدوله دارت او المديريه العامه للامن الوطني دارت هذا المشروع ديال التبليغ، راه ورات الناس كيفاش يبلغوا على الجريمه وكيفاش يبلغوا على المجرمين. الطريقه اللي داروا دابا جديده، راه شرحتها لكم واحد النهار. استطاع هذاك الراجل باش نقولوا هو في الجدارمي ما طلعوا والو، لا
وقعت فويت جدارميه. ما هذيك الفكره ديال اللي كانوا تيشربوا مع وحدين، حتى واحد ما قالها، انه كانوا مهزولين في ديك الليله وجالسين في الخلا تيشربوا، شافهم داك السيد اللي مشى باش يقضي غرضه حتى لقاهم، واعترفوا بما نسب اليهم وتحكموا بالاعدام. في وقت الاعدام كانوا ديك الساعه تحكموا بالاعدام، ما تعدموش بيان سور، ولكن تحكموا بالاعدام بجوج، ان من واحد فيهم ضربوا، او ربما بجوج ضربوا، لان ما يمكنش واحد ضربوا غيعاون الاخر، بجوج تعاموا عليه، واحد شدوا الاخر عطاه، الاخر بغاو تيقلبوا يجبدوا لي فلوس من جيبو، طلق مني ما طلق مني باف عطاو. يمكن الراجل مسكين غاداخ، يمكن غادخل في اغماء، هما زربوا به، داروا مع الظلمه وحطوه في النادر، شعلوا العافيه وسلتوا. البحث كان واعر عند الدرك الملكي، العروبيه والليل والعافيه شاعله، وبنادم ما تعرفش من النهار الاول، وشي كان شي ما كانش، والعروبيه ولا الدوار، واحد شي ما تيبغي يهضر مع شي، كل واحد تقول سيدي ما خصني صداع، وانا شفت فلان وكان بعدو مني كذا 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 كذا، شفت ما شفت، هذه ما هذه. تاكدوا الدرك الملكي لما وصل بهم البحث حتى عرفوا شكون اللي باع لهم الشراب، وجابوا داك اللي باع الشراب تا ولادو الجوج جاو شراو من عندي قدا وقدا ديال الشراب. ما تقولش جا معهم الثالث، الثالث ما تلقاو به حتى كانوا في العرس، قالوا له الشرب معنا يلاه نمشيو ليه. ربما فعلا انه ما بغاش يخلص الشراب اللي شرب. شي حد تيقول، قال لي واحد السيد قال لي لا راه هو كان تيكب ليهم وكان تيعطي راسو اكثر، وقعت مناقشه بيناتهم، قال لك على الشراب، على تيقول لهم انت ما مخلص والو، تشرب اكثر منا وخدام تقول بنا في الكيسان وكذا، ديك الحرامي هذا الخاوي ديال السكيريه. ولكن النتيجه كانت هي انهم هما اللي حرقوه وداو في ذاك الليل ديال العرس، وكل شيء ملاهي مع العرس. في ذاك الوقت اللي كان غير لامبات، دوك لامبات ديال الغاز، دوك لامبات ديال البوطه، هذاك الشيء اللي كاين، ما داخل شيء داك العرس الضوء بحال دابا دخل الدواوير ودخل القرى. كان ديك الساعه لامبات، لان الوقت كان لا، وباقي الان لامبات خدامين ديال الغاز، وباقي الان لامبات خدامين ديال البيطان، باقي الان خدامين. ماشي كاع نقولوا كاع القرى اليوم راهم في الضوء وكذا وكذا، عدد كبير من القرى اليوم ما عندهمش الضوء، عدد كبير ما عندهمش الماء، عندهم الماء ديال البيار والماء ديال الواد، وهذا حنا تعرفوا هذا الشيء، هذا عيبنا ما نخبيوش شيء. ولكن حنا استفدنا من هذا الشيء هذا، استفدنا من هذه الجريمه هذه. شتو استفدنا؟ وهو واحد القضيه نقولها لكم. انا تنهضر هنا مع الدرك ومع البوليس، راك تشوفوا البوليس في اوروبا وفي امريكا، تتكون واحد الجريمه وقعت وتكون البحث تستمر سنوات وسنوات، وبالاخر تيبان شكون مول القضيه. اليوم في المغرب لما عندنا لادين، لما عندنا مصلحه الجريمه، لما عندنا المختبرات العلميه التابعه للمدير العام الوطني والدرك الملكي، لما عندنا ولينا معتمدين على الصناعه الذكيه والابحاث الذكيه اللي بغينا نقولوا. خصنا اليوم ما يكونش عندنا في المغرب واحد الملف باقي مخبي شحال من عام، واحد راجل تقتل ما عرفوش شكون، واحد المرأة تقتلت ما عرفناش شكون، وبقات محطوطه عندنا. لابد ما خص ضباط السلطه القضائيه، شفتوا في السلطه القضائيه والناس ديال السلطه القضائيه، يعني ديال الدرك الملكي، مره رجعوا دوك الملفات القدام، رجعوا الملفات القدام اللي كانوا ديك القتله اللي شحال من عام وما بان شيء، نقدروا نرجعوهم ونستغلوا مسرح الجريمه، نستغلوا الاديان، نستغلوا الاختراعات الذكيه، نستغلوهم. لان اليوم راك تشوف في امريكا جبدوا قضايا لما بان الاديان، جبدوا قضايا اللي دوز فيهم واحدين ظلمه في الحبس في 20 عام و30 عام ديال الحبس ودوزها، وهو ماشي هو، ولكن الاديان عطات عاوتاني عاد جابوا اللي قتل من الاول، اليوم حنا معتمدين على البطاقه الوطنيه وعلى البصمه، ولكن خصنا نزيدوا في الطريق اللي حنا غاديين فيها كيفاش في الابواب المفتوحه. خصنا لادين، خص المواطن اليوم ماشي يعطي غير البصمه ديالو ويعطي غير البصمه ديال عينيه، لا، خصنا ندوزو لادين. اي كل مواطن خصو يكون عنده لادين ديالو، يكون عنده باش يسهل يعني نتعرفوا عليه حي، ونتعرفوا على ميت، ونتعرفوا على القاتل وعلى المقتول وعلى المجرم كما بغى يكون. والسلام عليكم ورحمه الله.